صح؟ على فكرة انا معجبة بيك، انا بحبك قوي على فكرة. على فكرة برضو انا بحلم بيك كل ثانية وكل دقيقة وما بتفارقش خيالي. طيب هو انت شايفني؟ طب ايه طيب؟ هو انا حاسة الاحساس ده، بس ثانية واحدة، انت اصلا عارفاه؟ انت تعرفيه؟ انت شفتيه؟ ليه المشاعر دي بتترجم جوانا احنا وبيكون طرف واحد بس في العلاقة؟ يعني انا بحب شخص هو لا شايفني ولا عارفني، لمجرد ان انا شفته مرة واحدة بس، بحلم بيه، بفكر فيه في يومي كله، في حياتي كلها. العلاقة دي اسمها علاقة العمى، مش شايفة حتى لو لابسة 4 نظارات فوق بعض، انت عميانة داخليا وخارجيا وكل حاجة. نعمل ايه بقى في العلاقة دي؟ طب يا بسمة ثانية، هي العلاقة دي بتيجي ليه؟ العلاقة دي عبارة عن، ناخد برضو فلاش باك، مشاعر متخزنة جوايا. مثلا أنا كنت في مدرسة أو كنت في كلية أو في حضانة، ومشاعر اتكونت ناحية مدرسي، ناحية زميلي في الفصل. المشاعر دي كانت هي نفس المشاعر، بس أنا معرفتش أعبر عنها في الوقت اللي أنا موجودة فيه. فدي المشاعر دي مخزونة ومكبوتة، فبالتالي هتطلع امتى؟ هتطلع اول ما تقابلي شخص بنفس المواصفات، هتطلع اول ما تقابلي شخص بنفس الاحساس او الشعور اللي انت حسيتيه او استقبلتيه اول مره، اول ما كنت في الفصل، في المدرسه، في الكليه، في الماجستير، في حياتك، في الشغل، وانت اول ما بتقابليه في الشارع. طيب عشان ده كله يعني عشان خلاص انا ما عرفتش اعبر بيها عن المشاعر اللي جوايا للشخص ده، بالتالي هي جوايا. طيب هو خلاص كده مش شايفني خالص ولا حاسس ان انا بحبه؟ هو كده حب من طرف واحد؟ العلاقة دي اسمها العمى. اقول اكتر من كده تاني؟ طب نعمل ايه؟ ناخد هدنة في حياتنا ونهدى كده شوية، ونحاول لما ندخل علاقة بيكون في أشخاص ملموسين، ناس جسدية قدامنا، ناس بتكون واضحة، ناس صريحة، ناس مديانا فرصة في حياتها، ناس مديانا وقت في حياتها. يعني هو مخصص وقت ليا، مش أنا اللي أفكر فيه وأجذبه بالحاجات كده في مخيلتي، أعمل أتراكتيف رهيب كده، أعمل عارف اللي هو إيه، كومبو كده في حياتي أنا مش فاهماه، ولا انا فاهمه هو بيحبني ولا ما بيحبنيش، بس انا بارهق عاطفيا نتيجه اللي انا بس في مشاعر مكبوته او مخزونه في حياتي. لازم لما ادخل علاقه زي ما قلت اشخاص جسدانيين، اشخاص بشر في حياتنا ملموسين. ولما تكون العلاقه موجوده لازم يكون في وقت، لازم نحس بالوقت اللي احنا موجودين فيه، لازم نعبر عن مشاعرنا، وما تكونش حاجات سريعه في حياتنا، لازم ناخد هدنه، كل حاجة تيجي بالراحة عشان خاطر المشاعر دي تترجم صح، عشان تبدأ العلاقة صح، عشان يكون في قبول. وبعد كده آخر مرحلة حتى هتكون بعد الجواز هي مرحلة الحب، لأن هو الجواز ما بيجيش في يوم وليلة، بيجي بعد مراحل كتير في حياتنا.